السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم فيديو جديد. حطيلي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. هنسمي بقى كده بسم الله. النهارده بقى عندي ليكم مفاجاه جامده جدا جدا، انا فرحانه بيها قوي 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 لدرجه ان انا من كتر الفرحه يعني ايه مش قادره استنى. يعني قلت لا، لازم اصور فيديو كده عشان اوريكم المفاجاه اللي حصلت يعني. اول حاجه هعملها النهارده ان انا هروق كل ده. عندنا بقى روتين كده حلو كده للنهارده. وانا عايزه اقول لكم الساعه 9، تمام؟ ما 9 وشويه يعني عدت 9. فانا هبدا بقى ان انا اروق الدنيا كده واظبط كل ده. وهنبدا بعد كده ان احنا نخلص الروتين اللي ورانا كده، او مش نخلص الروتين كله يعني. هنعمل شويه حاجات كده وبعد كده ايه، هبدا ان انا اوريكم المفاجاه بتاعت النهارده. بس اهم حاجه بقى، ما تنسوش تعملوا اللايك، تنزلوا عند كلمه الاشتراك اللي بالاحمر تدوسوا عليها علشان يوصل لكم مني كل جديد. ويلا بينا نشوف بقى المفاجآت بتاعت النهارده. بصوا بقى، احنا كده خلصنا الصاله، روقناها وظبطناها كده، تمام تمام كده. احنا كده ايه، خلصنا جزء من الروتين بتاعنا. دلوقتي بقى هنروح على فين؟ هنروح على اوضه الاطفال. دلوقتي بقى هنروح على اوضه الاطفال. يعني مش قادره اقول لكم، المنظر لا يسر عدو ولا يسر حبيب. آم، طبعا احباب الله هم اللي عاملين كل اللي ده. اول حاجه كده احنا هنغير ملايات السراير، تمام. وعندنا الغسيل ده كله عايز يتطبق. بصوا غسيل قد ايه. هنفرشها هنا دلوقتي، تمام. بصوا العجله بتاعت الاطفال اللي هي بتاعت النونوت الصغيرين دي، جايبين يلعبوا بيها. طبعا انا هشيلها منهم عشان ما يبوظوهاش. العجله دي اثريه يا جماعه، العجله دي كانت بتاعتي انا وانا صغيره اساسا يعني. فطبعا هنلم كل ده وتبقى هنروق الدنيا كده وهنلم الدنيا هنا، تمام. وكمان زي ما قلت لكم كده هنغير السراير. يلا بقى بينا نكمل الروتين علشان نشوف المفاجأة. انا عايزه اقول لكم انا فرحانه جدا 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 بالمفاجأة، لان المفاجأة دي انا كنت منتظراها من ساعه ما اتجوزت. انا بقالي 8 سنين متجوزه ما شاء الله، منتظره المفاجأة دي من اول ما اتجوزت. فيلا بقى بينا نكمل كده نشوف هنعمل ايه تاني دلوقتي، ونرجع تاني عشان اوريكم المفاجأة. بصوا بقى كده، بعد ما غيرنا الملايات اهو، تمام. غيرنا ملاية السرير وهي وبقت تمام التمام اهي. جه بقى دور دلوقتي ان احنا نلم مكان ما غيرنا الملايات، ونروق بقى الارض زي ما قلت كده. هشيل كل الحاجات دي وهشيل اللي هي عربية النونو دي، وكل الحاجات اللي في الارض ديت هشيلها بقى. ونبدأ ان احنا نروق التسريحة بتاعتهم. بصوا، عشان اول امبارح كان عندي فرح وكنت طالعه الميك اب بتاعي، وده التنت. بصوا التنت عملوه ازاي، طبعا انا ما كنتش موجوده ساعتها يعني. بصوا، بصوا المنظر كل دوت بقى ايه هيتشال. بصوا التنت، بصوا التنت عذاب يا جماعه، عذاب. طبعا كل دوت هيتنضف والمرايه هتتلمع بقى وكل حاجه تمام كده. ف يلا بقى بينا نكمل ونشوف هنعمل ايه تاني. عشان المفاجاه يا جماعه، المفاجاه اهم حاجه في الفيديو كله والله العظيم. اهم حاجه لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. ولما تشوفوا المفاجأة تنزلوا تكتبوا لي رأيكم ايه عليها في الكومنتات. وادي الأوضة خلاص كده اتروقت واتظبطت اهي، تمام. طبعا بقى ايه، انا روقت وكل حاجة، بس لسه الغسيل عايز له شوية وقت كده علشان يتطبق. وزي ما قلت لكم همسح بردك لسه دي. بس انا بوريكم ايه الأوضة في كل مرحلة وصلت لها. طبعا كنسنا الأرض وعملنا كل حاجة هنا. دلوقتي بقى فاضل ان انا ألمع دي ونطبق الغسيل. بينا نكمل كده بقى. نقدر نقول ان الاوضه تمام اهي، لمعناها وخلصناها ونضفناها اهي زي ما انتم شايفين كده، واتروقت اهي وبقت تمام التمام. برضو ارجع اقول لكم ان لسه فاضل الغسيل، بس الغسيل ده بقى ايه عايز شويه وقت كده. فانا هقعد مع نفسي انا كده اطبقه بس لما نخلص بقى ايه الروتين بتاع النهارده، واقول لكم برضو على المفاجاه. فانا دلوقتي خلصت الاوضه دي وخلصت الجزء من الصاله. هكمل لكم بقى الروتين بتاعي بتاع النهارده علشان تشوفوا عملت ايه وتشوفوا المفاجاه معايا. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه تاني. وادي كمان الجزء اللي تحت المستوى اهو، بعد ما روقناه هو كمان ونضفناه وكنسناه وكل حاجه تمام التمام كده. نكون خلصنا الجزء بتاع الريسبشن كله اهو، تمام كده.
اهو كله الجزء دوت كده خلاص خلصنا اهو. الريسبشن كله كده تمام تمام كده. تعالوا بقى اوريكم ايه هي المفاجاه. بس قبل ما اقول لكم عن المفاجاه عايزه اقول لكم انا ما وريتكوش كل الروتين بتاع الشقه، علشان هقول لكم ليه. بدايه كده في كام مشكله كده حابه ان انا ايه اعرفها لكم يعني وكده. اول مشكله ان الميه قطعه عندنا. تمام، الميه قطعه عندنا، فما قدرتش ان انا ايه يعني ما لحقناش اصلا ان احنا نملى ميه نخزن ميه وكده. فطبعا عندنا بقى ايه شويه مواعين كده بقى وحاجات كده محتاجينها كميه يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه باب الغساله عندي الباب اتخلع. انا يعني آه، الراجل جه وخلعه علشان هو اتفكك. باب الغسالة اتفكك. هو الباب الغسالة ليه وش خارجي وليه وش داخلي، وما بين الوش الخارجي والوش الداخلي فيه اللي هو الجزء اللي هو الازاز ده. تمام، لان هي الاوتوماتيك مش الفوق اوتوماتيك، هي غسالتي اوتوماتيك. ف... فطبعا حصل ضغط كده على الغسالة في الغسيل يعني وكده. كنت غسلت شوية حاجات ما كانش ينفع ان انا اغسلها في الغسالة. فالحاجات اللي انا غسلتها ديت عملت ضغط على الغسال. ف الباب اتفكك من بعضيه. طبعا انا خلعته وديته للراجل. الكلام ده بقاله مثلا تقريبا كده 3 ايام. فطبعا لحد دلوقتي عندنا غسيل مش معقول، غسيل يعني. طبعا العبد لله ما بيعرفش يغسل على ايده، ودي مشكله. فانا طبعا بقى انا لحد كده حكيت لكم المشكلتين اللي حاصلين. دلوقتي بقى فاضل ان انا اوريكم المفاجاه، ويلا بينا على المفاجاه. وادي المفاجاه اهي يا جماعه. بصوا بقى ما شاء الله كده يعني. ده جه بعد شقة. ده جه بعد شقة. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. يعني بقالي 8 سنين متجوزة، بس انا ساكنة في اخر دور. انا ساكنة يا جماعة في اخر دور. عذاب عذاب بقى من الله، اقسم بالله. البيت كله كوم والشقة دي كوم تاني. ليه بقى؟ لان انا هنا الشقة عندي فوقية، ما فيش شقة مبنية، ما فيش اي حاجة خالص غير مثلا ايه حيطان كده، لكن ما فيش سقف. الدور اللي فوقية يعني. فطبعا الشمس بتبقى شديدة جدا 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 فوقية فوق السقف يعني عندنا. وظهرنا ظهر البيت مفيش حاجة مبنية. فطبعا الشمس بتبقى ضاربة في البيت من ظهره وفي البيت من فوق. تمام، ده اكيد اكيد يعني بتبقى ضاربة من قدام كمان يعني. هو اي نعم مش قوي من قدام، لان قدامنا فيه عماير وكده. والعماير اللي هي ما شاء الله اللي هي 12 و13 دور والحاجات دي. فاللي هو ايه انا ساكنة في الرابع، انا كده اخر دور. تمام، بس على قد كده برضو يعني ايه مش عارفه اجيبها لكم ازاي. بس بيبقى في شمس وكل حاجه، بس مش شديده زي ايه زي فوق البيت وزي ظهر البيت. تمام، دلوقتي بقى حابه بقى ان انا اتكلم شويه عن المفاجاه الحلوه قوي قوي دي. انا عايزه اقول لكم انا من ساعه ما جه وانا عماله احضنه وابوسه. انت جيت لي نجده من السما. آه طبعا كلنا عارفين ان التكييفات اللي هي السبليت والحاجات اللي طالعه دي كلها غاليه، غاليه اوفر دوس يعني. ارقام خزعبليه كده بنسمعها. عشرينات وتلاتينات وخمسينات وكده يعني حاجات كده ارقام يعني ايه. حرام 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 قوي، حرام بجد. فنعمل ايه بقى؟ طبعا احنا زي ما قلت لكم الشقه كلها اصلا سخنه. فانت عشان تجيب تكييف هتركبه في انهي اوضه بالظبط؟ تمام، الريسبشن السخونه اوفر دوز. اوضه النوم نفس الحكايه، اوضه الاطفال نفس الكلام، المطبخ والحمام برضو نفس الحكايه. فاحنا بقى ايه قلنا نضرب 3 أو 4 عصافير بحجر واحد. تمام، قلنا نعمل ايه بقى؟ قلنا نجيب المعلم ده. هو دوت بقى ايه اللي هو التكييف الصحراوي. هو حلو ما شاء الله، هو حلو. احنا طلعناه استخدمناه شويه كده، وانا دخلته تاني الكرتونه ليه علشان يعني ايه يعني
بعيد يخربوه الكلام دوت، يعني ايه بشغله شويه، يعني انا شغلته شويه اول ما جبناه جربناه وحطيته تاني دلوقتي في الكرتونه، وطبعا هنطلعه تاني اكيد يعني. بس انا كان نفسي والله العظيم يا جماعه اصور لكم وانا بجيبه، بس مش انا اللي جبته، هو خالد اللي راح عند الراجل وجابه واتفاجئت بيه. فهو جابه امبارح بالليل، فانا حبيت بقى ان انا اشارككم معايا الفرحه، انا فرحانه بيه ومبسوطه جدا 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 بيه. حبيت اشارككم معايا اللحظه الحلوه دي، وانا بقى حابه اتكلم معاكم عنه شويه. هو ما شاء الله هو حاجه كويسه، بيتملي تلج او ميه ساقعه من جزء كده وراه في ظهره. طبعا انا دلوقتي انا على فكره انا هرفع لكم الكرتونه عنه يعني ايه هعمل لكم كده زي ريفيو عنه. تمام، استنوا كده بس ارفع لكم الكرتونه وهوريه لكم من جوه. بصوا هو كده اهو من قدام. بصوا احنا لسه ما ركبناش العجل يا جماعه اللي المفروض بيتركب فيه. هو المفروض في عجل جاي معاه بنركبه في الاجزاء اللي زي كده، ماشي، الاجزاء اللي هي دي الاماميه والخلفيه، في تاني اجزاء زيها من ورا. تمام، هو نوع فريش. تمام، هو كده من قدام. بصوا جزء كده من اللي هي الريش دي، مش عارفه اسمها ايه بس انا بقول ريش. بصوا هو انتوا بترفعوها وبتنزلوها على حسب ما انتوا عاوزين كده اهو. جزء من فوق بيترفع مثلا، جزء بيتنزل، انتوا بتتحكموا فيه زي ما انتوا عايزين. تمام، يعني انتوا ايه بتقدروا تطلعوه وتنزلوه زي ما انتوا عايزين كده اهو او كده اهو، ماشي. نفس الحكايه في اللي من فوق بتطلعوه وايه وبتنزلوه براحتكم. احنا طبعا عاملين ايه نص كده في المتوسط، ونص ايه هنا، علشان يقدر ان هو يوزع اكتر. هو دي من جوه اللي هي الريش اللي من جوه دي بتلف لوحدها، يعني مش بنلفها، هي بتلف لوحدها وهو شغال بيلف. عندي هنا 3 بقرات اهي. تمام، واحده اللي هي بتشغل الميه اللي من ورا او التلج اللي من ورا، بتشغله او بتقفله. عندي هنا ده بس يا مريم عندي هنا البقره دي زي ما قلت لكم كده، دي البقره اللي بتشغله اصلا، اللي هي بتفتح التكييف عامه. تمام، ديت عندي هنا 3 سرعات، ديت اللي هي دي الصفر اللي هي اللي بيتقفل فيها. تمام، عندي هنا البقرة دي بتاعة توزيع الهواء. عندي هنا دي البقرة بتاعة توزيع الهواء. تمام، اللي هو ايه اللي بتخلي الريش دي تتحرك. لو انا ما عملتش ديت كده، ما شغلتهاش كده يعني طول ما هي مطفيه كده الريش ديت واقفه ما بتتحركش، دي بالذات. لكن لو انا شغلتها كده ديت بتتحرك. تمام، هو انا لحد دلوقتي لسه ما ركبتش الفيشه بتاعته، يعني انا بوريكم كده وهو مقفول. تمام، دلوقتي بقى هنيجي عند الظهر بتاعه. بصوا من الجناب بتاعته في حاجه كده اهي عامله زي مش عارفه دي عباره عن ايه يعني، بس انا ايه زي كرتون كده او حاجه اشد شويه من الكرتون يعني، بس انا مش عارفه هي ايه بصراحه، هي ايه النوعيه بتاعتها. تمام، ده كده من ظهره، ده السلك بتاعه اهو. بصوا في حاجه هنا بيتلف عليها السلك عشان لما تفصلوه مثلا تحبوا تشيلوه في الشتاء ولا حاجه دوت ايه. انا زي ما قلت لكم كده انا كده في الظهر بتاعه اهو، دي زي الحاجات اللي هي في الجناب دي. تمام، دوت بقى الظهر اهو، ده بيتفتح كده الدرج ده، ماشي، هو بيتفتح وبيتشال يعني. تمام، بيتشال كده. دوت بقى ايه الحوض اللي هو اللي بيتحط فيه الميه، بس انا هحاول ادخل لكم بالتليفون كده عشان تشوفوه. بصوا اهو تحت فيه الميه من جوه. تمام، وليها زي ايه البالونه اللي في الجنب ديت علشان ايه زي انذار، علشان ما تكملش ميه اكتر من كده. تمام، زي ما انت كده اهو. انا كنت ملياه شويه ميه صغيرين، لسه بدك هحط له تلج تاني واحط له ميه تاني. هو لازم تلج علشان ايه طلع هوا ساقع، طول ما هو مفيش تلج بيطلع ميه عاديه. ممكن قصدي بيبقى مروحه عاديه. ممكن تشغلوه مروحه عاديه اصلا من غير ما ت... لما صل على النبي، من غير ما تحطوا تلج ولا حاجه، ممكن تشغلوه مروحه عاديه بيبقى بردك مروحه ما شاء الله. طبعا انا كده عملت لكم عنه ريفيو، يعني وريتكم ايه هي المفاجاه
بتاعتي اللي انا كنت عايزه اوريها لكم، واللي انا فرحانه بيها جدا جدا، وحبيت ان انتوا تشاركوني الفرحه اللي انا فرحاناها بالمفاجاه بتاعتي. واتمنى بقى ان انتوا تباركولي بقى كده في الكومنتات بالمفاجاه الحلوه دي. ويا رب ان شاء الله كده تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، واستفدتوا من الريفيو اللي احنا عاملينه النهارده عن التكييف دوت. تمام. استنوني بقى في فيديو جديد، بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.